يلا بينا نعمل البطاطا في الاير فراير. مش هتاخد مننا غير نص ساعة بس. هنجيب البطاطا وهنغسلها كويس، ولو فيها اي حتت كده مش عجبانا نشيلها على طول. تمام. طب اللي ما عندوش اير فراير يعملوا ايه؟ هقول لكم على طريقة حلوة قوي هنعملها برضو بيها. ممكن نحطها في الكيس الحراري وبرضو مش هتاخد وقت، يا اما نحطها في صينية ونغطيها بالفويل وبعد كده نكشف على وشها ونحط لها شوية سكر، هتبقى زي العسل. يعني هنعملها لو عندنا اير فراير او ما عندناش. دلوقتي انا جبت القلايه بتاعتي وهبتدي احط فيها البطاطا. انا جبت البطاطا اهو وحطيتها جوه القلايه بتاعتي. تمام. وطبعا هنا كانت البطاطا بقى كبيره شويه، فحاولت ان انا اجيبها يمين اجيبها شمال. المهم رحت قطع بقى الواحده دي 2 وظبطتها كده من الجناب عشان تقدر ان هي تدخل فيها. تمام. بعد كده رحت جايه حطاها جوه القلايه بتاعتي اهو، وظبطتها على 200. ماشي. انا جبت هنا اللي هي طريقه التسويه البطاطا والبطاطس والحاجات ديت ظبطتها على 180. بعد كده هظبطها على نص ساعه. تمام. يعني 180 نص ساعه، او انت حسب ما القلايه بتاعتك بيكون البرنامج بتاع كل حاجه مكتوب عليها، فانت بتظبطيها. ماشي. بس هنا قلت لكم ظبطتها على 180 واديتها نص ساعه عشان خاطر تستوي. وبعد كده سبتها وهرجع لها بقى كمان شويه. هنا بعد ما عدى حوالي 15 دقيقه او 20 دقيقه فتحت عليها قلت اشوف شكلها ايه. لقيتها كده بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين، يعني حلوه، يعني اللي هي دخلت في سوا. ابتديت اني انا اشكها بالشوكه زي ما انتم شايفين كده هوت، علشان خاطر اخلي العسل بتاعها او السكر بتاعها يطلع لبره يتكرمل كده ويبقى مخلي كده وشها جميل زي ما بتشوفوها كده بتلمع. تمام. ابتديت ان انا اشكها كده بقى من كل الجوانب، وقلبتها برضو الناحية التانية وعملتها بالشوكة ورجعتها تاني وظبطت حوالي 15 دقيقة تاني. يعني هي كانت مش نص ساعة يعني. لا، انا الاول عديت 20 دقيقة وفتحت ورجعت ظبطت 15 دقيقة تاني. هي ما كملتش هنا ال 15 دقيقة وبرضو قفلت عليها. ما تيجي تشتغلوا على الاير فراير يا جماعة ما تدوش الوقت كامل وتسيبوها، لا لازم تفتحوا كل 10 دقايق تبصوا. هنا بقى بصوا يا جماعه كانت استوت خلاص، وزي ما انتم شايفين كده العسل بتاعها ولا السكر بتاعها ابتدى يطلع، فكانت تحفه بصراحه. ما خدتش وقت وطلعت مستويه وجميله قوي قوي قوي، وما حسيتش بيها وكانت ريحتها تحفه وهي طالعه. هنا بقى طلعتها، يعني هي تقريبا كده خدت لها حوالي 35 دقيقه تقريبا كده. بصوا بقى انا هفتحها هنا معاكم عشان اوريكم ان هي فعلا مستويه من جوه. بصوا دايبه دايبه دايبه، كانت تحفه بصراحه. الاير فراير دي يا جماعه بصراحه اختراع حلو قوي قوي. وزي ما قلت لكم اللي مش عنده يقدر يعملها في الكيس الحراري وهتطلع برده جميله، يا اما نحطها في صينيه في الفرن ونغطيها، او ممكن نقطعها زي حلقات كده ونرش عليها سكر وبرده نغطيها وندخلها، هتطلع تحفه تحفه. يعني هنتصرف بجميع الاوضاع. وده بصوا بقى شكلها من جوه، انا فتحتها لكم بصوا كانت عامله ازاي. بعملها لكم بالسكينه بوريكم ان هي فعلا كانت مستويه خالص. فجربوا البطاطا في الاير فراير هتفرق معاكم جدا، مش تاخد معاكم وقت خالص. وان شاء الله الطريقه تعجبكم. لو عايزين اي طريقه في الاير فراير اكتبوا في التعليقات.